راجل كويتي جاله فشل كلوي، مرحلة متأخرة، يعني لازم حد يتبرع له بالكلى. ولاده كلهم قالوا له احنا هنتبرع لك، بس للأسف طلعوا غير مطابقين. فباباهم قال لهم خلاص شوفوا حد يتبرع لي مقابل 70,000 دولار. وهو كان غني جدا، وفعلا جابوا حد يتبرع له وخلصوا التحاليل والأشعاعات، وفاضل على العملية كام يوم. باباهم قال لهم انا عاوز اشوف مين اللي هيتبرع لي. حاولوا يمنعوه بس هو أصر. لقى بنت شابة صغيرة داخلة عليه، اتصدم وقال لها ليه هتعملي كده؟ قالت له انا والدي توفى وسابني انا وامي واخواتي، وانا محتاجه فلوس عشان اصرف عليهم. فالراجل فكر شويه وقال لها روحي يا بنتي خدي الفلوس اهي وروحي لامك واخواتك، واداها 70,000 دولار وقال له يا رب انت الشافي وانا احسن الظن فيك. وفعلا الراجل ده عالج نفسه بالصدقه اللي خرجها وبحسن ظنه بالله. عمل بعدها تحاليل واشعه، الدكاتره قالوا له الكليه سليمه ما فيهاش اي حاجه. داووا مرضاكم بالصدقات.